قبل اي حاجه هبقى سعيد جدا لو اي شخص اعرفه او يعرفني اتعاملت معاه قبل كده صديق ليا نكمل الفيديو ده للاخر. القصه اللي هنتكلم عنها النهارده ممكن يكون حد من عيلتك، ممكن يكون واحد من صحابك، ممكن يكون واحد من دايره معارفك القريبين اللي بتشوفهم وبتتعامل معاهم يوميا، وممكن قوي يكون انت. بس اللي هتكلم عنه النهارده هو انا. highly sensitive personality او الشخصيه مفرطه الحساسيه. بطل تكون حساس بزياده. الجمله دي انا ما بسمعش غيرها يوميا. للاسف اغلب الناس ما تعرفش حاجه عن الحساسيه غير ان واحد بيتدلع، على الرغم ان الابحاث بتقول ان من 15 ل 20% من سكان العالم هم مصنفين انهم مفرطين للحساسيه. المصطلح ده ظهر لاول مره في كتاب بيحمل نفس الاسم. القصه كلها ان واحده اسمها إيلين أرون سنه 1996 عملت كتاب لما لقت نفسها تعرض لحاله غريبه جدا، الا وهي انها عندها درجه عاليه جدا من الحساسيه ناحيه الحاجات اللي بتحصل حواليها. رد فعلها لاي حاجه بتحصل لها ازيد وافور من اللي حواليها. عشان إيلين تفهم اللي بيحصل ده بدات تعمل ابحاث، وبتقول انها عملت الكتاب ده انها تساعد اكبر قدر من الناس انهم يفهموا شخصيتهم وتساعدهم انهم يتخلصوا من المشاكل اللي هي كانت بتتعرض لها من فرط الحساسيه. قبل اي حاجه لو فاكر ان احنا هنتكلم عن مرض او حاجه نفسيه فده مش صحيح تماما. الحساسيه المفرطه هي شكل من اشكال الشخصيه، كل واحد فينا عنده شكل لشخصيته. احنا لو هنقسم الاشخاص اللي موجودين حوالينا وعايشين معانا ممكن نقسمهم ل3 اشخاص. اشخاص عامله زي الكره الكفر، اشخاص عامله زي الكره البلاستيك، واشخاص عامله زي البالونه. الاشخاص اللي عامله زي الكره الكفر ديت اللي احنا بنقول عليها تتكلم مهما تتكلم، تعمل مهما تعمل، وانا شغلها ولا في بالها ولا اي حاجه. لو جبنا دبوس وحبينا نفرقعها مش هيعدي، بس بيبقى ده تاثير الكلمه على الناس. طب لو جبنا كره بلاستيك حاولنا نبوظها الدبوس هيأثر، الكره هتفسد سنجلار. لو جبت دبوس حطيته في البالونه. كلمة حساس أصلا بالبلدي كده معناها تأثرك أو استجابتك للمؤثرات الخارجية اللي بتحصل حواليك. المؤثرات اللي حواليك دي ممكن تكون درجة حرارة الجو، الصوت العالي، الإضاءة الشديدة، ممكن تكون كلمة اتقالت بشكل عفوي جدا هي مؤلمة قوي بالنسبة لك. خلينا متفقين إن كل البشر عندهم نعمة الإحساس، كل البشر بتحس، ولكن بتحس بدرجات متفاوتة. في ناس درجة إحساسها ضعيفة جدا، بتحس ولكنها عندها مشكلة في إن هي مش بتتأثر بسرعة. دايما بنقول عليهم الشخص ده بارد أو عديم الإحساس. ده بيكون بدرجات متفاوتة لحد ما نوصل لأعلى ليفل وهو الهايلي سنسيتيف بيرسوناليتي. دلوقتي لما بتفرج على أي مسلسل في مشهد مثلا حزين أو حاجة أو حد مات أو حد عيا أو حد مرض بتأثر جامد وممكن طول الليل أقعد أفكر فيه. مشكلة الموضوع ده بقى إن هو ملوش تشخيص، لأن زي ما قلنا هو مش مرض، مش هينفع نتعامل معاه إن هو مرض نفسي. موضوع موجود في شخصيتك، تتولد بيه أو بيحصل لك وأنت صغير وبتكبر بيه، بيفضل ملازمك، ملوش علاج، مش هتقدر تتخلص منه. الحل الوحيد إن أنت تتعايش معاه بالبلدي تحتوي. المشكلة إن الموضوع أصلا مش منتشر بين الناس. حقيقي أنا فعلا في ناس حواليا بتتعامل معايا لما بشرح الموضوع أقول إن أنا عندي الحساسية أزيد شوية، أنا حساس بزيادة، بيتعاملوا معايا إن أنا عندي مشكلة. أنا فعلا بسمع جملة بطل حساسية بأتيتيود إن أنا بعمل حاجة غلط، مع إن لو بصينا للموضوع أنا صح. يعني لما أحس إن أنا ممكن أكون أذيت شخص وأجي أقول له أنا ضايقتك، دي مش حاجة وحشة، بالعكس دي حاجة إنسانية جدا. طيب طب أنت الموضوع عرفته إزاي؟ بص، انا ما بحبش اتكلم عن الموضوع. انت عرفتها ازاي؟ بص، انا عرفت الموضوع بشكل غريب جدا. انا كان ليا واحد صاحبي اسمه ابراهيم ده اختفى فتره كده من حياتي، وبعدين ظهر. انت كنت فين يا ابني؟ قال لي انا كنت تعبان جدا وحياتي كانت وحشه جدا وكنت بمر فتره صعبه قوي. ليه؟ قال لي انا لقيت عندي حاجه اسمها هايلي سنسيتيف، حساسيه مفرطه. ايه الحساسيه المفرطه دي؟ ابراهيم بدا يتكلم معايا عن الموضوع، وفعلا انا كنت شايف الموضوع مخيف. شخص بيزعل من اقل حاجه، اغلب الاوقات متضايق، متقدر، متعكنن، بيرجع من خروجات حلوه قوي وهو نفسيته زي الزفت، اغلب الوقت قاعد في عزله ومتضايق وفي مود وحش جدا. وده اللي كان مخليه مختفي عننا وواخد جنب. وفعلا انا اتاثرت بيه بشكل ابن لذينه. يعني انا واحد صاحبي فجاه انا مش فاهم هو ماله، بس هو حالته وحشه جدا. المهم قعدت كده قعدت حوالي اسبوعين انا متضايق ليه، بس انا ما جاش بالي ان الحاجات اللي هو قالها دي انا يعني فاهم
اللي هو كل الاعراض او كل الحاجات، عشان برضو بلاش اعراض عشان هو مش مرض، كل الحاجات اللي اتكلم عنها، وخاصه فكره ان انا برجع من يوم حلو قوي متضايق وانا ما اعرفش متضايق ليه بتحصل لي. فاللي هو فجاه كده لحظه صمت، وبعدين ايه ده، لحظه صمت كده، وبعدين جمعت ان انا دورت كتير جدا لحد ما فهمت واستوعبت الموضوع كويس قوي، واستنتجت ان انا شخص مفرط الحساسيه. وتفسير لاي موقف كان بيحصل لي وحش في حياتي فعلا هو بسبب الحساسيه المفرطه. وفجاه اكتشفت ان في فترات كبيره قوي في حياتي انا كنت متضايق وما اعرفش ايه اللي مضايقني. لما قريت اكتر عن الموضوع اتضح لي ان الشخصيه الحساسه هي شخصيه بتحلل الامور اللي حواليها بشكل اعمق من الطبيعي. انت ممكن تكون قاعد في قاعده وحد قال كلمه وعادي تمام، انت مش فارق معاك، ممكن اصلا ما تكونش سامعها. الشخص الهايلي سنسيتيف بياخد الكلمه دي، اولا بيكون منتبه جدا لاي حاجه بتحصل، منتبه جدا لكل التفاصيل اللي بتحصل حواليه، فبالتالي بيزعل اكتر. يعني بالبلدي ان تكبير الدماغ ده بجد نعمه. لما قريت اكتر عن الموضوع بدات اسيرش اكتر وافهم ايه اللي بيحصل، بدات اتعامل مع المواقف بشكل احسن. بقيت بعرف اتجنب خروجه او تجمع انا عارف ان انا مهما عملت مش هقدر اسلم من الكلام اللي هسمعه. بقيت بتعامل مع مواقف تانية ممكن تكون ضايقتني بس تمام قشطه، انا تمام، انا اتضايقت دلوقتي بس انا بكره هكون كويس. بقيت فاهم انا فين وايه اللي بيأثر عليا، وانا عارف ان فلان مش قصده، وبقيت بتعايش مع الموضوع بشكل احسن. فالمواقف بتعدي، ومواقف كتير جدا اتحلت لما انا بدات افهم شخصيتي وبدات احتويها. منتبهين قوي لشعور الناس اللي حوالينا. استحاله تقابل شخص حساس وقح او قليل ذوق او بجح، استحاله، دونت ميكس، الاثنين عكس بعض تماما. انما انا لما اجي اتعامل مع حد معين انا بفكر في الكلمه اكتر من مره، وقع الكلمه ديت هل هي هتبقى حلوه عليه ولا وحشه، وهل هي لو حلوه اقولها ولا ما اقولهاش. فده بالتالي هو موضوع مؤذي شويه، لان بياخد مني فكر كتير، ارهاق كتير. في الكتاب كان بيتكلم عن حاجه حلوه جدا، ان الموضوع مش بس نكد وعياط وزعل، انت كمان ممكن يكون عندك حساسيه مفرطه ناحيه الريحه، تشم الحاجات اكتر، تذوق الاكل بشكل افضل. انا واحد من الناس لو كلت اكل فيه حاجه مش نظيفه بحس قوي. ممكن تكون بتحس بالامراض بشكل مبكر عن العادي، انك شخص بتفكر كتير، بترسم سيناريوهات للحاجه بشكل اوفر، دايما بتحط سيناريو اسوأ حاجه ممكن تحصل. وده اللي بيخليك فجأة تكتشف ان عندك حاجة، ان انت بتعاني من حاجة معينة تكتشفها في اولها، وده يساعدك انك تعالجها من بدايتها. وده يودينا لحتة مهمة جدا، ان ده اصلا بيحصل ليه. اغلب الابحاث بتقول ان الانسان بيتولد بالحساسية المفرطة، وللاسف الموضوع توارث. والنوع التاني بيكون بسبب تروما، موقف وحش حصل لك وانت صغير ومش عايز تتعرض له تاني، فده بيولد عندك خوف ان الموقف السخيف اللي حصل لي قبل كده ما يحصلش تاني. فانا ببقى في وضعية دفاعية كده مستني اي حاجه تحصل، فانا مش هحط نفسي في موقف تاني. فالحساسيه بتبقى عاليه قوي ان انا ما احطش نفسي في الدايره دي تاني. هتلاقيني واخد بالي قوي من تصرفاتي ومراعي قوي لكل حاجه بتحصل حواليا. قيس ده بقى على الناس اللي حواليك، انك بتكون مراعي قوي لكل شخص، لانك مش عايز حاجه وجعتك او حاجه حصلت لك تحصل له، فتلاقيك بتعتذر عمال على بطال على حاجه لسه ما حصلتش، لمجرد ان عندك شعور بس انك متقل عليه، وهو غالبا مش هيكون منتبه ولا فارق معاه ببصره. من الحاجات اللي جايه في الموضوع ان الناس المصنفه انها هايلي سنسيتيف بيرسون غالبا ما بيكون عندها طاقه ابداعيه غريبه، خيالهم واسع بشكل اعلى من اللي حواليهم. انا جاي في دول اسال شات جي بي تي عن الناس المصنفه هايلي سنسيتيف بيرسون من الناس المشاهير اللي موجودين على النت او الناس ايا كان يعني. فنشوف مين اصلا. طيب من الناس المصنفه HSP او هايلي سنسيتيف بيرسون: فريدا كاهلو، دي رسامه مكسيكيه، مايكل جاكسون، ليوناردو دافنشي، انا هاثاواي ممثله، ادل، توماس هاردي ده كاتب، في عالم فيزياء اسمه ريتشارد فان، المخرج ستيفن سبيلبرج، والعبد الله، محمد ابراهيم صاحبي. لا احنا كتير بجد يعني، موضوع كتير فعلا. انا واثق ان في ناس في اخر الفيديو ده هتكتشف فجاه ان هي كده. المهم اللي انا بحاول اوصله ان الموضوع اكبر بكتير من ان هي شويه عواطف او شويه مشاعر زياده وخلاص، او هي على الاقل مشكلتي انا ان انا دايما براعي قوي شعور الناس اللي حواليا، ولكن بلاحظ ان ده ما بيحصلش معايا. انا كده، انا طبعي كده، براعي قوي شعور الناس، والناس هي مش كده،
هي برضو عندها سمة لشخصيتها مخليهم ان هم في ليفل تاني، انه غصب عنه مش قادر يراعي اللي انت بتعمله. فاحنا في طبقتين مختلفتين، انت محتاج انك تتفهم ان انا موجود، وانا محتاج اتفهم ان انت موجود عشان نقدر نتعايش مع بعض. على الاقل لما اجي اقول لك ان حصل كذا تبقى انت عارف ان انا غصب عني. فكرة انك تفهم حاجة زي كده بتخليك ترضى بامر واقع، تتعامل مع الموضوع ان هو عادي جدا، انك لو بتتصرف ناحية بعض المواقف بشكل ما وبشخصيتك، فده لان شخصيتك هي اللي بتحتم عليك تعمل كده، وهم كمان شخصياتهم بتحتم عليهم يعملوا تصرف انت مش بتكون حابه. فكرة انك تتقبل ده هتريحك راحة عظيمة جدا. انا مش هكدب اقول ان انا عملت ده 100%، ولكن زي ما تقول انا مسكت المشكلة، بتطور وبتحسن، وعارف احتوي مشاكلي احسن من الاول. مش بحتويها 100% ولكن يوم عن يوم بيفرق. فكرة انك تتقبل ده هتريحك جدا وتخليك عايش سعيد ومبسوط. انت شخص مميز، فاستغل ده لصالحك بس. وهي دي قصتي.